عمرك قابلت حد مشاعره قوية جدا، مشاعره بتتغير بشكل مش طبيعي، بيحب من قلبه فجأة يبعد وفجأة يتغير؟ حد بيخاف من الرفض بشكل مش طبيعي؟ هل الشخص اللي انت قابلته ده تفتكر ان هو كان بيتلاعب بيك، ولا الشخص دوت عنده حاجة أعمق؟ النهاردة أنا هتكلم عن الشخصية الحدية، وفي الحقيقة هي هتكون سلسلة كاملة بتكلم فيها عن ال borderline personality disorder، اضطراب الشخصية الحدية. أنا ممكن أتكلم عليها في فيديو، آه، بس هي محتاجة سلسلة كاملة علشان أنا هبتدي هفصص الموضوع in details. الشخصية الحدية ممكن تكون انت اتعاملت بيها مع ناس كتير وما تعرفش ان هم ناس حادين. مين الشخص الحاد؟ مشاعره بتكون عاملة ازاي؟ علاقاته بتكون عاملة ازاي؟ ايه صورته عن نفسه؟ شايف حياته عاملة ازاي؟ هل هو اصلا فاهم نفسه ولا هو مش فاهم نفسه؟ هل هو شايف ان هو حد ليه هوية، ولا هو شايف ان هو حد مشوش ومشتت؟ اولا، الشخص الحدي مشاعره بتكون هايجة. شخص مشاعره هايجة، كأنك دايس على الزرار رافع يعني كأنك مثلا مشغل أغنية ومعلي الصوت على الآخر، كأنك بقى حاطط كل المشاعر ومعلي المشاعر لأعلى درجة وكلهم شغالين مع بعض. بيحصل عنده سويتش في المود بتاعه بشكل مش طبيعي. شخص عنده إحساس بالرفض بشكل مش طبيعي، بيخاف جدا من الهجر، بيخاف جدا ان هو اللي يتساب، ويخاف ان هو حد يقوله لا انا مش عايزك او مش عايز ان انا اكمل معاك، بيخاف من الرفض. علاقاته مش مستقرة. شخص تلاقيه بيبعد فجأة، يقرب فجأة وبعد كده يبعد تاني. يبعد لأن هو شايف إن في لحظة الشخص ده أصبح شيطان، وفي لحظة واحدة أصبح ملاك. ما عندوش الناس فيها كل الترمز مع بعض، ان هم فيهم صفات حلوة وصفات وحشة. لا، هو شايف الناس يا اما هم كلهم حلوين قوي، يا اما كلهم وحشين قوي. ما عندوش هوية. هو شايف ان هو يقدر يقولك انا بحب كذا، انا بكره كذا، انا عايز كذا، انا مش عايز كذا، انا بحب اكل ده، انا ما بحبش اكل ده. هو شخص تايه، شخص تايه في كل حاجة. طبعا انت ممكن تقول ان ديت خلاص ديت كل الاعراض. لا، هو احنا بندي بديلك نبذة او بديلك مقدمة عن مين هو الشخص الحدي. انما لو انا جيت كلمتك عن الاعراض، انت هتشوف عذاب، هتشوف شخص عايش في جحيم. لان مثلا لما يجي اقول لك ان الشخص ده بيجي عليه وقت بيعمل disconnection مع الواقع. عارف يعني ايه شخص يكون قاعد معاك بس هو مش قاعد معاك؟ شخص قاعد فاصل، بيفصل، بيدوس على زرار من كتر ما هو متألم ومن كتر ان هو مش قادر يستحمل الحاجة اللي جواه، فيفقد الاتصال بالواقع. يعني هنا مش بقول ان واحد بيغمى عليه، ومش بقول ان واحد بيروح لعالم اخر روحاني، وانا مش بتكلم خالص عن حاجة زي كده. انا بتكلم على ان واحد بيفصل خالص التواصل مع نفسه. يعني هو قاعد كده بيبقى كأنه تايه من كتر الألم اللي هو حاسس بيه. شخص بيكون عنده إحساس بالفراغ، حاسس ان في جوه فاضي، مفيش حاجة، حاسس ان في جوه هوا، احساس ان انت من جوه مفيش اي حاجة، مفيش اي كيان، مفيش اي حاجة ان انا اهتم بيها، مفيش اي حاجة ان انا من جوايا اكون شغوف بيها، او حاسس ان انا في من جوايا حاجة احس بيها. لا، يجي في اوقات يحس ان هو مش حاسس باي حاجة، او حاسس بكل حاجة في نفس الوقت. هو يا كده يا كده. طبعا في اخطاء شائعة ان الناس تبتدي تقول ان الشخص ده ضعيف. البوردر لاين مش ضعف، البوردر لاين مش دلع، والبوردر لاين مش كتير تلاعب. في ناس كتير من البوردر لاين بيكونوا متلاعبين. طبعا. في ناس من البوردر لاين اللي هم بيعملوا التصرفات المتهورة الجنونية، يعملوا تصرفات متهورة جنونية، سواء كانت أخلاقية، سواء إن هو يسوق بسرعة، يشرب حاجة، مثلا هو مش بتدخن فتشرب سجاير، لو هو مدخن فيجرب يشرب مخدرات. البوردر لاين حد متهور بيعمل حاجات اندفاعية من غير تفكير. وبرضو لو في شخص عنده بعض الصفات، يعني انت مش صح خالص، واكبر غلطة انت ممكن تعملها ان انت تاخد تشخيص لنفسك من على فيديو على اليوتيوب. لازم تكون عارف ان مهما كان مين اللي بيتكلم على اليوتيوب دوت، فاهم او مش فاهم او وات ايفر، ده مجرد فيديو، ده مجرد كلام، ده مجرد واحد طالع بيتكلم. فانت سواء انا او غيري ما ينفعش ان انت تروح تشخص نفسك من فيديو. تمام؟ انت امانة. يعني انت ربنا سايب شخصيتك او سايب نفسك امانه معاك لحد ما ترجع له. فانت ما ينفعش ان انت تشخص نفسك ان انا بوردر لاين، لا ده انا نرجسي، لا ده انا عندي باي بولر، لا ده انا مكتئب، لا ده انا كذا. لا، دوت مش دورك.
تمام. المفروض ان انت لما تعمل حاجه زي كده برضو مش بتروح تعمل اختبار من على النت، برضو مش بتروح لتشات جي بي تي، مش بتعمل الحاجات ديت خالص. انت لو انت عندك بعض الصفات في اوكي، حاسس ان انت مش كويس فبتروح لدكتور، حاسس ان انت عندك بوردر لاين فهتروح لدكتور تتاكد لو انت حسيت. بس ان ده هيبقى مجرد احساس او مجرد تنبؤ، انما انت you will make sure لما انت تروح لدكتور وتعمل اختبار شخصيه بيكون حاجه علميه موثقه موجوده في كل العيادات النفسيه، ساعتها تقدر تحدد انت عندك ايه، هل انت فعلا عندك ده ولا انت مش عندك ده. طيب في ناس بتعتقد ان البوردر لاين مش بتعالج، وفي ناس شايفة ان البيرسوناليتي ديس اوردرز كل الاضطرابات الشخصية لا يمكن علاجها. الكلام دوت غير صحيح. في ناس عندها الإصرار والعزيمة إن هي تتخلص من الألم ومن العذاب اللي هي عايشة فيه، فبيقرروا إن هم يروحوا يتعالجوا من البوردر لاين وبيتعالجوا. إن أنت تفضل، الأفضل إن أنت طول الوقت إن أنت تفضل شغال على نفسك وفقط. آه، هل هتيجي في لحظة وتقول والله أنا مش هروح لعيادة الدكتور النفسي تاني؟ لو هتسأل رأيي لأ، لأن أنت طول الوقت هتفضل محتاج إن أنت تتابع مع حد. وعلاج البوردر لاين هتيجي في اوقات هتحس ان انت عندك حاجات كتير ممكن ان انت تشتغل عليها، وهتفضل تعالج وتعالج وتعالج وتعالج، وهتيجي فترة تحس ان انت مش حاسس بأي حاجة، وكل اللي انت بتعمله ملوش اي طعم ملوش اي احساس، مش حاسس بأي حاجة. اصبحت انت ولا كويس ولا وحش، بس انت حاسس كده في مرحلة اللي هو انا مش حاسس بأي حاجة، انا مش حاسس بأي حاجة خالص. وحاسس ان انت واقف في نص الطريق او في مفترق طرق، انت بتكون مش عارف انا هكمل علاج ولا هقف. آه، بتقول لا انا ممكن اوقف عادي، انا خلاص انا حاسس ان انا كويس. فانت طبعا ما ينفعش ان انت تعتمد على نفسك او ما تاخدش القرار دوت باعتماد احساسك انت او اللي انت شايفه. لا، انا ممكن ان انا اكون شايفه ان انا خلاص انا خلصت علاج، بس انت هتعرف منين؟ هتعرف منين؟ انت محتاج ان الدكتور هو اللي يعرفك اذا كنت انت محتاج ان انت تكمل او لا. كون ان انت بقى بتكون حاسس ان الدكتور ده بينصب عليك في سعر الجلسة او عايزك تيجي عشان تدفع فلوس زيادة، ديت حاجة تانية. فانت محتاج ان انت تراجع بقى موثوقيتك في الدكتور اللي انت بتتعامل معاه. هل هو دكتور اصلا كويس؟ هل العيادة دي عيادة محترمة؟ هل لقيت ان انت بتتعامل مع دكتور محترم ودكتور كويس وجايب معاك نتيجة، فخلاص فانت مش محتاج خالص ان انت وقتها ان انت آه... توقف عشان مجرد مثلا انت عايز او حاسس ان بيتم استغلالك ماديا مثلا، او حاسس ان هو خلاص. ليه؟ لان انت بعد كده هترجع تاني وهترجع تعيد نفس البروسيس وهترجع تعيد نفس الحاجة من اول وجديد تاني. طب ليه؟ يعني او يعني هتحس اللي هو انت وقفت بلا هدف. ممكن ما ترجعش من نقطة الصفر، بس هتحس اللي هو طب انا ليه وقفت؟ يعني انا يعني ما تقفش وكمل العلاج بتاعك لحد ما تحس ان انت انسان كويس. طبعا لو انت بوردر لاين بتتفرج عليا فربنا يكون في عونك، بجد ربنا يكون في عونك، لان انت بتعاني من حاجه الناس كلها. طبعا انا هبقى اتكلم في البلاي ليست ديت الناس بتكون شايفاه ازاي والاخطاء الشائعه اللي الناس بتتعامل معاه، وهم اصلا مش فاهمين ان هو بوردر لاين، وحتى لو هو بوردر لاين شايفين ان هو مجرد جنان وتيش والحاجات دي كلها. طبعا هتكلم ديتيلز اكتر. هنتكلم طبعا عن دور الصدمات النفسية وازاي ان هي بتأثر في تكوين البوردر لاين. العلاقات العاطفية بتاعته عاملة ازاي، علاقات الصداقة بتكون عاملة ازاي، خوفه من الهجر، الفرق ما بين التقلب المزاج العادي وما بين الشخصية الحدية، لأن المود سوينج عند البوردر لاين حاجة مختلفة تماما عن المود سوينج تماما. فهي هتكون بلاي ليست طويلة وعريضة وهتكلم فيها عن كل الديتيلز، وإن شاء الله تكون حاجة مثمرة وتفيد بتوع البوردر لاين. البلاي ليست ديت هتكون موجهة لمين؟ البلاي ليست ديت هتكون موجهة لحد شخص بوردر لاين. آه وبحذر تاني ديسكليمر، لو انت حاسس ان انت بوردر لاين ما تتعاملش في اي فيديو بتتفرج عليه ان انت بوردر لاين. انت ممكن تتقمص اعراض الشخصيه، تتقمصها، تقول انا بوردر لاين وتبتدي تتصرف تصرفات انت ما كنتش بتتصرفها وتقول انا بوردر لاين. فانت بلاش تعمل كده في نفسك خالص، يعني خاف على نفسك بجد، يعني بلاش تعمل كده في نفسك. انت ممكن تشوش نفسك او تشتت نفسك. تمام. فكلامي موجه لحد متأكد ان هو بوردر لاين، متشخص ان هو بوردر لاين وهو في رحلة علاجه، بيتفرج على فيديوز، بيتعلم، بيشوف، آه عايز ان هو يساعد نفسه. وكلامي موجه لحد في حد في حياته بوردر لاين وعايز يساعده، وانت عايز تساعده. هعرفك بقى انت ازاي تساعده ازاي من غير ما يتم استنزاف طاقتك.
يعني انت لو اتعاملت مع البوردر لاين من غير وعي فانت يعني ممكن تيجي في حتة كده تبقى مشوش نفسيا. بس ميك شور ان البوردر لاين دوت لو آم، يعني انت فهمته وساعدته، هو اصلا عايز حد يساعده. يعني البوردر لاين ده عايز حد يساعده اصلا، يعني هو في المشكلة دي لان هو اصلا يعني sort of مش عارف يساعد نفسه. تمام. فيا ريت، يعني يفضل لو انت في حد في حياتك بوردر لاين، فيا ريت لو انت هتكون عندك الوعي فهتساعده، فان شاء الله الموضوع دوت هيجيب نتيجة معاه يعني. هتساعده في الرحلة بتاعته دوت. لا غنى برضه ان هو يروح لدكتور نفسي. طبعا في في كتاب للبوردر لاين لازم تقرأوه لأي حد عايز يعرف ايه هي البوردر لاين. في كتاب هبقى احط صورته على الفيديو، وهحاول ان انا انزل اللينك بتاعه في الكومنتس. الكتاب دوت فيه كل الديتيلز عن البوردر لاين، ودوت الكتاب اللي انا معتمد عليه في الفيديوز بتاعتي. طبعا في مصادر تانية كتير، ولكن دوت الكتاب اللي هو 100% make sure من المعلومات بتاعته ان هو مؤكد. يعني دوت اللي بيعتمد عليه الدكاترة النفسيين. لما مثلا انت بتكون بوردر لاين فالدكتور بيكون عايزك تساعده في ان انت تفهم اكتر شخصيتك كبوردر لاين. فانت بيخليك ان انت تقرأ الكتاب دوت عشان تفهم اكتر ويكون عندك الثقافة اكتر، ويبقى عندك الحافز ان انت تساعده، ما تبقاش قاعد مستني الدكتور ان هو يعمل معاك كل حاجة. طبعا مع الوقت لازم يكون عندك نقطة مهمة في علاجك، ان انت ما تكونش حاطط في دماغك ان انا خلاص انا بوردر لاين فور ايفر. انت مش هتكون بوردر لاين فور ايفر لو انت قعدت تشتغل على نفسك. انت بقى مع الوقت هتبتدي ان انت تستغل الصفات او الحاجات اللي كانت عندك في شكل تاني. يعني هتغيرها، هيكون لها وجه اخر، وهيصبح وجه ايجابي، هيصبح وجه ابداع، هيصبح وجه انت بتساعد بيه نفسك، بتساعد بيه غيرك. الموضوع ممكن يتغير معاك لحاجة تانية أفضل. فما تفقدش الأمل خالص، وانتظروني بقى في الفيديوز اللي جاية. أنا طبعا عندي حماس شديد وعايزة أسجلهم كلهم دلوقتي، بس أنا مش حابة كده، عشان حابة كل فيديو ياخد الكواليتي بتاعته أو يكون دقيق أكتر في المعلومات. بس كده، وأشوفكم إن شاء الله الفيديوز اللي جاية على خير، و have a nice day. مع السلامة.